السلام عليكم، احمد كريم. عندي تامين على العربيه وطبيعي لازم انا استفاد منه. التامين اللي انت بتامن على العربيه ديت في حاله اذا كان البنك طالب منك تامين عشان عليها حظر، او حتى انت بتامن بمزاجك، يعني تجنبا اللي يحصل اي حادث، يعني فالتامين بيشيل ويغطي الحادث دوت. وعشان تستفاد من التامين ممكن تعمل زي ما انا بعمل، باجي نهايه كل سنه او كل سنتين من التامين اللي هو بيتجدد سنويا، ببدا اخد العربيه عند مركز اصلاح زي اللي انا موجود فيه دلوقتي، مركز معتمد من التوكيل اسمه اي تي اوتو، وبعمل مقايسه للعربيه، وبعمل في نفس الوقت اختار حادث لشركه التامين من غير محضر من غير اي حاجه، لو الحادث او ما عندكش خبطات كتير، يعني التكلفه ما تزيدش عن 20000 جنيه، وحسب شروط بوليصه التامين بتاعتك والشركه بتاعتك. بيجي المعاين يبص على العربيه ويشوفها من طرف شركه التامين، وبعد كده المعاين بيدي موافقه على الاصلاح، يبدا المركز يصلح. لو شركه التامين دي متعاقده مع المركز تدفعش حاجه، حتى لو عندك حظ. انا قلت الطريقه دي قبل كده في فيديو، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه. ولو مش متعاقده مع المركز بتدفع انت، وبعد كده بتسترد فلوسك عن طريق شركه التامين بعد ما بتسلمهم الفواتير، بعد ما بيعملوا معاينه في نهايه الاصلاح. بعد ما تخلص اصلاح بتعمل اختار ليهم عشان يجوا يعاينوا، وبعد كده تاخد الفواتير تسلمها لشركه التامين يطلعوا لك بيها شيك. بس طبعا الشيك بيتاخر سكه شهر، شهر ونص يعني، ويمكن اكتر. ليه انا بقى بعمل في نهايه السنه؟ عشان انا بغير شركه التامين بعد كده. هي حاجه مش انسانيه قوي ولكنها قانونيه، وده بيزنس. شركه التامين بعد ما بتصلح وما باجي اجدد معاها بعد كده بتحط عليا رسوم عشان انا صلحت على حسابهم، فلاقي بوليصه التامين بتاعتهم مهما كانت رخيصه هي اغلى من اي بوليصه تامين ثانيه. فبعد ما بصلح هنا باخد العربيه وبعينها في شركه ثانيه، وبكده يبقى انا بدات مع شركه تامين من اول وجديد، ووفرت الرسوم اللي هم هيدفعوها لي. هي معلومه مش معروفه عند ناس كتير، يا ريت ما توقفش المعلومه دي عندي.